وتخيل معايا واحد السيد مات في الحبس ظروف غامضة، الكاميرا تخسرو في ديك الليلة بالضبط، الناس كاملة كتعرف جيفري إبستين بصفة ديال هو المغتصب أو البيدوفيل اللي كان الصديق ديال الأغنياء والمشاهير. ولكن واش عمرك سولتي راسك بصح منين جاب هاد الفلوس كاملة؟ كيفاش أستاذ ديال المات مطرود غيولي من أغنياء المليارديرات كيتحكم في رؤساء ديال الدول علماء؟ واش بصح كانوا كياكلوا البشر تما ولا غا اشاعه فقط؟ الحقيقه هي شي حاجه راه كفس واخطر من هادشي. تبع معايا الفيديو غنقول لك الحقيقه ديال بصح اللي ما قالوهاش ليك اليوتيوبر، حيت انا تسنيت تجمع هاد العجب كامل باش نعرفوا القصه ديالو. هادشي اللي غتسمع دابا ما غاديش يخليك تنعس مرتاح المعلم، انا نقولها لك ما غاديش يخليك تنعس مرتاح. اجي نفكروا بالمنطق شويه. ابستين ما ورثش الفلوس وما اخترعش شي حاجه تكنولوجيا بحال بيل جيست بيل غيست. اذا من المهم نساو على هاد السميه، اذا منين جاب هاد الملاير؟ منين؟ الجواب سيادتك المتابع اللي كيهرب منه جميع هو كلمه واحده: الابتزاز. الخبراء والمحققين اللي قلبوا في الموضوع كيقولوا ان بلا ابستين ما كانش غير سمسار ديال البنات، ابستين كان مشروع مخابراتي بامتياز. الجزيره ديالو ما كانش غير مكان المتعه المحرمه، كانت فخ مصاوب بإتقان، كل غرفة كل زاوية كنت مجهزة بكاميرات خفية وعالية الدقة. الهدف يصور الكبار ديال السياسيين، علماء، أمراء، فضعيات مخلة جدا باش يبقاو تحت الصباط ديالو هو. دابا ندويو بالمعقول، واش بصح كيغتصبو تما؟ نعم صديقي المتابع، الالاف ديال الضحايا شهدوا باللي تم استغلالهم، هادشي مفروغ منه مثبت. والسؤال اللي كيسولو بزاف ديال الناس: واش كياكلوا البشر؟ شوف، الاشاعه ديال اكل البشر غالبا كتكون مبالغه باش تعطي على واحد تغطي على واحد الحقيقه علميه مرعبه اكثر من هنا. إبستين كان صراحه مهووس بواحد الفكره سميتها ما بعد الانسان. كان باغي يبني مزرعه بشريه في المقر ديالو في نيو مكسيكو. الخطة المريضة ديالو كانت أن يلقح 20 امرأة في مرة واحدة بالجينيات ديالو هو شخصيا باش يخلق سلالة متفوقة كتحمل الأدي ديالو. هو كان كيصرف الملايين، كيعطي الملاير الملايين العلماء باش يلقاو طريقة يجمدوا راسو وراس الناس باش يرجع للحياة من بعد الموت. يعني السيد ما كانش غير مجرم زي انسان المعلم، كان كيعتقد راسو اله. هي خلاصة القول باغي يعاود يصنع البشرية. هاد الهوس بالجينيات ديالو الخلود هو السر المظلم اللي ما كيركزوش عليه اغلبية اليوتيوبرز ولا في التلفزة عموما. واش تي ديك القبة الغريبة في الجزيرة ديالو اللي مصبوغة بالزرق والبيض؟ الناس قالوا انها معبد ديني، وكان اللي قال انها صالة ديال الرياضة، ولكن ملي تدقق في التصميم ديالها كتلقى انه فيها رموز غريبة جدا، تماثيل ذهبية كتخلع المعلم كانت في المداخل ديال هذيك القبه. والاخطر من هادشي كامل هو ان نهار مات إبستين او تعلن على الموت ديالو اختفت كاع السيرفيرات ديال شي معلومات راه ضخمه من ديك الجزيره ومن الشقه ديالو. وقبل ما يوصل اسميتو قبل ما يوصل الاف بي، والله ما عرفت سميتو، ما نكذب لك هادشي، الايف بي يعني. وشكون اللي مساعد ديك الاثر؟ شكون اللي عنده المصلحه هادشي يدفن الابد، يعني يتدفن معاه للابد؟ اللي كيخلع ماشي هو إبسين كشخص، اللي كيخلع هو السيستيم اللي خلاه يدير هادشي كامل سنوات بلا ما يحاسبو حتى واحد المعلم. شتي إبسين راه مات فعلا، ولكن راه الزباين ديالو دابا او اللي كيستغل راه مازال عايشين ومازال في مناصب القوه والنفوذ. الملفات خرجوا صراحه، الاسماء بان، ولكن وراه تا واحد ما دخل، يعني لحد الان تا واحد ما دخل الحبس من الكبار المسؤولين. السؤال اللي كيبقى معلق: واش إبستين كان هو الرئيس الكبير في هادشي كامل، ولا كان غير مجرد موظف عند شي جهه اقوى واخطر؟ المهم خليو لينا الرأي ديالكم في كومونتير، واش كتظنوا غتجي شي نهار وغنعرفوا الحقيقة كاملة ولا غيبقى هادشي
كما قلت لكم راه كنصور غير في المحل، اقسم بالله انا دابا جمعت بعض المعلومات قلت اجي نوريها للمتابعين ديالنا. والسلام عليكم، هادشي اللي كان. ولكن ما تنساوش ديروا داك لايك وبارطاجي مع الفيديو صراحه، حيت المعلومات راه قليل فين غتسمعها بهذا الوضوح. كان معكم محمد، كاينه المعنى وتهلاو.